لا شوف انت يعني تبي تنشئ كرة. اول شيء طبعا لازم اول شيء نتكلم على موضوع المغرب والفرنسا، بانه المغرب طبعا وصلت الى مرحله يعني متقدمه حيل يعني في كاس العالم، انه وصولها الدور الاربعه هذا شيء مفخر لنا كعرب. خساره المغرب اليوم، طبعا المنتخب الفرنسي مثل ما قال ابو علي عنده خبره ومتمرس في البطولات هذه، لذلك استخدم الضغط العالي على المنتخب المغربي في بدايه المباراه، حتى لان الفريق ما ياخذ اتزانه ولا ياخذ راحته كمدافعين. ووقت الارتباك حصل الهدف الاول اللي هو كان مطلوب من المنتخب الفرنسي انه يسجل هدف في المغرب كبدايه، بعدين ينفتح الدفاع ويبدا المباراه شبه مفتوح. وهذا اللي نجح فيه المغرب ضد فرنسا ضد المنتخب المغربي، وسير المباراة حتى لو كانت هجمات مش كثيرة، لكن هم يعني ماسكين الملعب وعارفين شنو يقدمون. هذا بالنسبة للمباراة. أما بالنسبة لوضع الرياضة كمشروع، وهذا طبعا احنا يعني مثل ما ذكرت انتم في 3 مشاريع موجودة، المغربي والسعودي أبرز 3 والقطري. القطري على المستوى الدولي فشل. ليش فشل؟ لأنه صح مصروفات وتجنيس وكل شيء، لكن المغربي ليش نجح؟ بس بعد محسن فشل وهو بطل آسيا وأول تجربة له في المونديال، فما أتوقع كلمة فشل كبيرة. أنا أتكلم الفشل على المستوى الدولي، مو كاس عالم هذا ما يخالف. يعني مو بالسهل. ليش وصل أول مشاركة له بعد ما يخالف. نعم. المنتخب المغربي عشان يوصل للمرحلة هذه، لو كانوا لاعبين يشاركون في الدوري المغربي ما راح يوصل، لكن معظم لاعبين يشاركون في الدوريات الأوروبية، الدوريات الكبرى في أوروبا. لذلك يعني الرتم عالي عند اللاعب وقدراته أعلى بكثير من الدوريات المحلية. حتى المنتخب السعودي، وأول المنتخب السعودي يمكن يختلف فيه الوضع بأنه اللاعبين المشاركين في الدوري كمحترفين 7 محترفين أو 8 محترفين، هو جاب المحترفين من برا بالضبط. بدل ما انا اروح كلاعب اسوق لاعبين برا، جاب بدل اسوق لاعبيني للخارج مثل ما قال ابو علي، انه يتمرسون مع يعني لاعبين محترفين افضل. انا جبت اللاعبين المحترفين على مستوى عالي الى الدوري السعودي، بالتالي ارتفع الرتم اللاعب السعودي والاحتكاك طبعا مع اللاعبين سواء مع او ضد في الدوري السعودي. هذه التجربة السعودية. وهي صراحة إذا أنا عندي قدرات مالية، الأنسب لي ككويت إذا أنا بسوي مشروع دوري قوي ورياضة، أسوي المشروع السعودي لأنه هو الأنسب لنا ككويتيين. ما نقدر نصدر لاعبينا لأن في مرحلة مو وقت تصدير ولا عندنا لاعبين تصدرهم، لذلك أنت لازم تستورد اللاعبين اللي ليفل عالي حتى أنت تقوي دوريك وتقوي حتى اللاعب. المحسن أنا عندي بس